الفيلم الثالث فيلم هيبتا المحاضرة الأخيرة. الدكتور شكري مختار اللي لعب دوره ببراعة الفنان ماجد الكدواني بيعلن إنه هيقدم آخر محاضرة ليه، آخر درس، آخر فرصة يشرح فيها سر من أسرار الحياة وهو الحب. ومن خلال المحاضرة دي بياخدنا في رحلة 7 مراحل بيمر بيهم أي اتنين بيحبوا بعض: البداية والجنون، الحلم، الوعد، الحقيقة، المقاومة، ولحد ما نوصل لمرحلة الهيبتا، مرحلة الحياة الحلوة. الفيلم مبني على رواية محمد صادق اللي عملت ضجة وقتها، يمكن عشان كده ناس كتير دخلت الفيلم وهي عندها خلفية عن كونه بيضم 4 قصص حب مختلفة. لكن هادي الباجوري كمخرج نقل الرواية للسينما بشكل ناضج وسلس، وقدمها بحس بصري جميل يخليك عايش جوه كل قصة من غير ما تزهق أو تروح منك الخيوط. هيبتا بيقدم الحب كأنه درس كبير، لكن مش درس نظري، درس عملي تحصل فيه خناقات ودموع وضحك وتخلي ورجوع. الحب هنا مش قصة رومانسية والسلام، الحب هنا مكاشفة. لما تسأل نفسك هو الحب لذة ولا شقاء، تلاقي الفيلم بيجاوبك بوضوح: الاتنين. اللذة جاية من الشقاء، والشقاء عمره ما بيجي غير من قيمة حاجة غالية عليك. أجمل حاجة عملها السيناريو إن خلى قصص تتقاطع وتتكامل، وفي الآخر بتكتشف إن كل خط من خطوط الحكاية بيرجع لشخص واحد بس، وهو شخصية الدكتور شكري نفسه. كل ده كان جزء من حياته اللي بيقرر يشاركها في آخر محاضرة ليه. التصوير والكادرات كانت ناعمة وهادية وبتخدم حالة الفيلم الرومانسية، والمونتاج كان هو المايسترو الحقيقي في الحفاظ على إيقاع الحكايات مع بعض. فيلم هيبتا هو رحلة كل واحد فينا، وإجابة على سؤال: بنحب ليه وبنكمل إزاي.